يا مساء الخير والرضا والبركة على كل متابعين أكلنا بالمصري. النهاردة حابة أعمل لكم فطاير الضفيرة بطريقة تشكيل سهلة قوي. هتعمليها كل يوم ومش هتقلقي من تشكيلها أبدا. وكمان معانا النهاردة عجينة طعمها حلو بزيادة، طرية قوي وخفيفة وهشة، ومش هتاخد معاكي وقت خالص. كيلو دقيق هيعمل لي عدد حلو قوي من الفطاير. انا عامله 6 فطاير بس بحجم كبير. الطريقه معايا النهارده سهله وبسيطه، والنتيجه ان شاء الله تطلع ممتازه. ويلا بينا نبدا مع بعض. في الاول كده هنحتاج كيلو دقيق، بسم الله كده. كيلو دقيق هيحتاج 4 معالق كبار سكر، وهيحتاج ظرف خميره فوريه اللي هو الظرف الاحمر ده، مقداره معلقتين كبار ممسوحين. لو انت كده يعني فضيتي الظرف كله فتمام، هو ده مقدار كيلو الدقيق، او بالمعلقه معلقتين كبار ممسوحين. بعد كده هنحط نص معلقه صغيره ملح، ومعانا ربع كوبايه او تلت كوبايه زيت، وبعد كده كوبايتين لبن. اللبن ده بدرجه حراره المطبخ. بعد كده هنشوف العجينه هتحتاج سوائل تاني ولا لا. يبقى احنا حطينا الاول كوبايتين لبن، وهنبتدي نعجن. ولو انت بتعجني بايديكي يعني حطي المكونات دي كلها في طبق غويط، وابتدي اعجني ولمي العجينه كويس. لو لقيتيها ناشفه قوي هتزودي نص كوبايه ميه او لبن، بس شويه بشويه لحد ما العجينه تبقى معاكي ناعمه وطريه بالشكل ده. طب خلصنا احنا عجن فيها بقى، سواء بالعجان او في الطبق بايدينا. بنطلع العجينه ونحطها على الرخامه، وبنكون محضرين مكعبين زبده، يعني بحجم صغير مش حجم كبير قوي. الزبده انا سايباها في المطبخ علشان تبقى طريه، وبحطها في نص العجينه وبلم الاطراف بتاعت العجينه، وببتدي ادخلها على جوه بالشكل ده لحد الزبده ما تندمج كده في العجينه وتتوزع كويس. ونبتدي بقى ندي العجينة كده شوية بوكسات حلوين. يعني تخيلي كده انت متغاظة من مين وهو بقى قدامك بقى، ودي العجينة بوكسات زي ما انت عايزة. بس كده. فالمهم ان احنا هنخلص العجينة والزبدة هتختفي تماما. نجمعها كده كرة كبيرة ونحطها في الطبق، ونغطيها بالبلاستيك راب، وهنسيبها لحد ما تخمر. فانا الفرن عندي دافي طبعا، هو النار مطفية فيه بس دافي. فانا هحط العجينة علشان كده تخمر معايا بسرعة. فقعدت تلت ساعة وبقت بالشكل ده. نهبط العجينة ونبتدي ننزلها على الرخامة تاني، وهنبتدي هنا نقطعها. هتقطعي هنا بقى بالعدد اللي يعجبك. انا قطعتها 18 قطعة علشان عملت 6 فطاير ضفيرة. والفطاير يعني ما شاء الله اللهم بارك حجمها كبير جدا. فهنبتدي نقطع بالعدد اللي احنا عايزينه. المهم ان كل فطير الضفيرة بتبقى عبارة عن 3 كور. فقطعي الكور بحجم كبير او بحجم وسط او بحجم صغير. كل ما بتقللي حجم الكوره كل ما بيديكي عدد فطاير اكتر. تمام. دي الكميه اللي انا قطعتها. هغطيها بفوطه وهسيبها ترتاح دقيقتين 3. بعد كده هنبتدي نفرد. بنسيب كور العجينه ترتاح علشان لما نيجي نفرد كده تتفرد معانا وما تلمش بسرعه. فبناخد كرة العجين بس الوش الناعم اللي هو البومبين الناعم اللي فوق ده بنخليه هو اللي على الرخامة من تحت، وبنبطط تبطيطة بسيطة. بعد كده بنلف العجين رول ونقفل الطرف بتاعه، ونرجعه تاني على الصينية اللي هي مدهونة دهنة زيت بسيطة جدا. انا في الاول دهنتها وحطيت كور العجين عليه علشان ما يلزقش. هي العجينة معايا طرية صحيح، بس يعني وانا بقطعها فيها تلزيقة بسيطة. بس بعد ما شكلتها وسبتها ترتاح بنبططها على الرخامة كده مش بتلزق خالص. فباخد الكرة التانية وبرضو ببططها بصوابع الايد كده، بفردها فردة بسيطة. وما بحاولش ان انا اخليها دايرة قوي، يعني ملاحظين ان انا بخليها عن شبه المستطيل شوية علشان لما الفها رول ما يبقاش النص عالي قوي والاطراف قليلة. دي الكرة التالتة. يبقى انا كده طلعت 3 كور اللي هيعملوا لي اول فطيرة. وزي ما انتوا شفتوا كده انا مقسماهم 3، يعني كل 3 مع بعض. هنشوف دلوقتي بعد ما لفيناهم صوابع او رول بالشكل ده هنرصهم في الصينية. مش محتاجين ان احنا نعمل يعني الرول ده كبير ولا اي حاجة خالص. دي الكمية كلها انا حاطة كل 3 مع بعض زي ما انتوا شايفين. وكده كل 3 هيعملوا له فطيرة. هنغطي بقى العجين بعد ما عملناه صوابع ونسيبه 10 دقايق. ال10 دقايق دول هيخلوا العجينة معايا تدخل في تخمير بسيط. فلما اجي الفها رول بقى عشان افردها كده تبقى طويلة شوية، هتبقى بتتفرد معايا بشكل سهل قوي وهتديني نتيجة ممتازة.
فما تحاوليش انت تقللي المدة بتاعه تخمير العجين. تمام. هناخد اول عجينة ونبتدي نفردها. هتفرديها بقى يعني بالطول اللي انت عايزاه، بس حاولي ان انت تخليها يعني حوالي مثلا 30 سنتي او 35 سنتي او ممكن 40 سنتي، لو انت عايزة الفطاير تكون كبيرة يعني بحجم كبير. لكن لو انت عايزة تعملي فطاير صغيرة فخلي طول العجينة ممكن 20 سنتي او 15 سنتي بالتقريب، يعني ممكن شبر ونص كده او شبرين يعني على حسب ما انت عايزاها حجمها قد ايه. كده انا خلصت ثلاث قطع. فهنبتدي بقى ان احنا هنا بقى نلف الضفيرة، بنحط التلاتة جنب بعض بعد ما فردناهم، وناخد الطرف من فوق نلزقه مع بعض. هناخد تلات اطراف العجينة ونلزقها مع بعض ونضغط عليهم كويس. بعد كده هنبتدي ناخد الطرفين اللي من بره دول نخليهم مع بعض، ونخلي التالت لوحده، وناخد اول واحد من بره خالص، بس لازم بنبتدي من الاتنين اللي مع بعض، وناخد الطرف ونحطه جنب اللي لوحده بس من جوه. نبتدي ناخد من بره ونحطه جنب الطرف اللي لوحده بس من جوه العجينة، وناخد تاني الاتنين اللي هو من بره ونحطه جنب الطرف اللي لوحده من جوه بالشكل ده. يعني نبتدي من بره وندخل لجوه، وبعد كده الاتنين اللي مع بعض ناخد اللي من بره وندخله جنب اللي هو لوحده من جوه. الطريقة بصوا ازاي بسيطة جدا، وانا عملتها بالراحة علشان تشوفوها بس كده. ونلزق طرف العجين مع بعض. يعني الضفيرة سهلة قوي قوي قوي، بس في ناس بتقلق منها يعني ما بتعرفش ان هي تلفها كويس او تتحكم في العجين. هنشوفها بقى بطريقة سريعة كده. عملنا اتنين مع بعض وبناخد واحد منهم ندخله جوه، وهناخد الاتنين اللي مع بعض اللي من بره وندخله جوه، والاتنين مع بعض ناخد اللي من بره وندخله جوه. بصوا الطريقة عاملة ازاي بسيطة جدا جدا، وهتلاقي نفسك خلاص حفظتيها على طول وبتشكلي في ثواني مش في دقايق كمان. انا خلصت الست فطاير في كام دقيقة، ما خدوش معايا وقت. ودي الكمية كلها خلاص رصيتها في الصينية. الصينية عندي مدهونة بفرشة زيت، وهغطي الفطاير واسيبها لحد ما تخمر تاني ويتضاعف حجمها. نجيب وهنبتدي بقى ندهن الوش ببيضة مخفوقة مع كيس فانيليا، وانا دايما بستخدم الفانيليا بنسبة كبيرة جدا جدا. لو انت مش حابة الفانيليا حطي ربع معلقة صغيرة جنزبيل بودر وربيهم مع بعض كده ودهني وش الفطاير. بس دايما الفانيليا عندي بتكسر زفرة البيض خالص وبتدي للفطاير ريحة حلوة قوي وهي في الفرن. وتقدري تاكليها بجبنة ما تقلقيش خالص، ده مش بيأثر عليها خالص، يعني بيديها ريحة حلوة صحيح بس مش بيأثر في الطعم. هندهن الفطاير. هي قعدت معايا حوالي تلت ساعة تاني علشان تخمر ويتضاعف حجمها بالشكل ده لان المطبخ عندي دافي شوية. فخلاص كده دهنتها. هدخلها فرن سخن جدا. انا ظابطه النار في الفرن على 220، وحطيت الفطاير على الرف اللي في النص، والنار عندي شغاله من تحت بس، وشغلت المروحه كمان. وقعدت معايا في الفرن 20 دقيقه. اول ما خرجت غطيتها بالفوطه وسبتها لحد ما هديت من الحراره بتاعتها خالص. وده شكل الفطاير بعد ما خلصت، واخده لون ذهبي حلو قوي وطريه جدا زي ما انتوا شايفين. وكيلو دي عمل لي كميه كبيره قوي. بصوا قد ايه هي طريه وقد ايه واخده لون حلو، وطريقه التسويه كمان يعني مظبوطه قوي. بصوا الفطيره طريه جدا جدا جدا. وعلى فكره لو انت ما عندكش زبده تحطيها في العجين، ممكن تحطي نص كوبايه زيت بدل ربع كوبايه او تلت كوبايه. فجربي طريقه النهارده وان شاء الله هتعجبك قوي وهتعمليها باستمرار.